قادره بقى على مواجهه فريق بحجم منتخب غينيا، ولا وجه المقارنه بصراحه يعني بين غينيا وما بين موزمبيق اللي احنا شفناها النهارده هو دي؟ طبعا يا كابتن، يعني انا اتصور ان التشكيل. اتفضل. معاك. معايا مين؟ السد العالي. يا عصام. كابتن مصر كابتن مدحت. مبروك يا عصام يا جميل. الله يخليك يا كابتن. تحياتي الكابتن مدحت، كابتن مصطفى يونس، كابتن مجدي عبد الغني، وتحياتي يا عصام. هي طبعا لكم طبعا الشخصيات الجميله طبعا كابتن مجدي عبد الغني طبعا ده وجع دماغنا على طول. يونس طبعا. يا عصام ماشي. يوسف ازيك يا كابتن؟ ماشي، ازيك يا عصام يا حبيبي. عصام بدايه خير يا رب ان شاء الله، والمشوار ده نعوض اللي فات ان شاء الله. الحمد لله الماتش ده ما فيهوش اجوان زي اللي فاتوا. لا هي طبعا انت عارف بتبقى انا عايز اقول حاجه طبعا مبروك طبعا لكم، مبروك للشعب المصري، ومبروك للجهاز الفني واللعيبه. انت عارف يا كابتن طبعا هي البدايه بتبقى صعبه في اي صح. طبعا صح. في اي بطوله او في اي مجموعه بتبدا فيها. يمكن كانت مشكلتنا الفترات اللي قبل كده هي البدايه، كانت بتبقى البدايه معانا مش كويسه. بس انا بيتهيألي احنا النهارده يمكن كل كلامنا النهارده وكل كلامنا مع اللعيبه وكل يا جماعه احنا بنفكر في ماتش موزمبيق. البدايه بتاعتنا لازم تكون ان شاء الله ان احنا نكسب ب3 بونت. لازم من اول كده ماتش بماتش، لازم نفكر في ماتش بماتش، ما نفكرش في المجموعه. النهارده الحمد لله ربنا كرمنا، بكره عندنا اجازه وبعده نبدا ان شاء الله من يوم الاثنين لماتش غينيا ان شاء الله. يا عصام. عصام انا عايز النهارده انت لم تختبر، لكن دورك كبير قوي الماتش الجاي ان شاء الله يا عصام. والله هي طبعا ماشي. انت بص يا كابتن، انت عارف ان الماتشات دي بتبقى كوره او اتنين بيجوا لك، اهم حاجه ان انت ما يخشش في الجون. بس الكابتن محمود بكر قطع فيك النهارده. ما فيش مشكله، الكابتن محمود حبيبي. انت عارف انا بحضر خير، انا بحضر خير. طب عصام انت كنت بتقول للعيبه ايه بعد الماتش؟ لا انا لما انا لعب بعد الماتش كده بنتكلم مع بعض، خلاص يا جماعه النهارده ربنا كرمنا الحمد لله، كلنا النهارده نصلي ركعتين شكر الحمد لله، نحتفل ونفرح النهارده وبكره ان شاء الله من يوم الاثنين نبدا صفحه جديده لماتش مهم، كأن هنبدا بدايه المجموعه ان شاء الله من ماتش غينيا ان شاء الله. عصام عندي 3 أسئلة سريعة ليك. انا ليك كابتن. السؤال الاول، النهارده انتوا بتلعبوا في معاكم مجموعه ربما من الوجوه الجديده، وانت صاحب خبرات عميقه، حجازي، النني، تمساح، محمد صلاح. غياب الجمهور كان يعني امر جيد بالنسبه لان دول لسه لعيبه جدد وربما يخشوا الامر، ولا كانوا محتاجين جمهور؟ لا انا اقول حاجه، هي بتختلف بين لاعب ولاعب يا كابتن. في لاعب ممكن ما يقدرش يلعب تحت ضغط. برافو عليك. صح. بس هي البدايه طبعا النهارده كويس ان احنا المجموعه دي برضو تلعبوا بعيد عن جمهور، بعيد عن تحت ضغط. اتكلمنا معاهم كلهم انا وابو تريكه واحمد حسن، اتكلمنا مع بعض معاهم على ان هم يلعبوا سهل، ما فيش جمهور ما فيش حاجه، وده اللي باين النهارده شكلهم كويس. وده زي ما قلت لك ده حاجه مرتبطه، كلنا في مركب، لعيب الكبير زي الصغير كلنا هدفنا واحد. ما فيش حاجه اسمها لعيب كبير ولاعيب صغير، ما فيش واحد اسمه كابتن منتخب مصر وواحد مش كابتن، لا احنا كلنا كلاعيبه كبيره. انا يمكن والكابتن احمد حسن بنحترم اللعيبه الصغيره، بنتكلم معاهم على طول. عشان كده النهارده هم يعني كانوا قد المسؤوليه، وكانوا النهارده عاملين مباراه جميله وعلى اعلى مستوى. جميل. طيب بالنسبه لك انت المريخ السوداني هل ستعود ولا ليك وجهه اخرى يا عصام؟ لا هو طبعا بص يا كابتن عايز اقول حاجه، هو طبعا في انديه متكلمه معايا من مصر، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا ممكن مع نادي المريخ طبعا انا ما فيش ليا حته شروط ولا ليا اي حاجه مع يعني الجانب السوداني. انا راجل بحته من طبعي في حياتي في شغلي ما فيش حاجه اسمها زي ما انا بتعب في التمرين وزي ما انا بجتهد وبحرم نفسي من حاجات كتيره، ما فيش عندي عاطفه في شغلي. لما بنزل تمرين ما فيش فيه عاطفه، لما بنزل ماتش ما فيش فيه عاطفه. انا طبعا بتعب بجتهد، عندي شغلي يبقى لازم اخد حقي. لما اتكلمت مع الجانب السوداني الناس مرحبه ان يبقى في ان في كلام تاني، في عقد جديد، في شروط جديده. ما هي شروط ان هي ان انا بعقد، لا انا ما بعقدش. انا بقول يا جماعه انا راجل عايز افتح صفحه، طالما انا متغرب وسايب بيتي وسايب مراتي وسايب ولادي اكيد ده قبله اجري يا كابتن مدحت. نعم. وثانيا انا ما بقولش انا راجل بحرم نفسي من حاجات كتير، خلاص اديني حقي. لو انت حاسس ان طب ايه الخلاف يا حضري؟ ايه الخلاف يا عصام؟ مفيش خلاص خلاف. هو الحمد لله انا كنت في المعسكر اللي فات واتكلمنا مع بعض في القيمة، والموضوع يعتبر خلاص مع الدكتور جمال الوالي وان شاء الله في خلال الفتره دي الموضوع. يعني انت راجع السودان يا عصام؟ هو لحد دلوقتي كان الكلام اكيد ان راجع ان شاء الله، في حاله ان هم طبعا الدكتور جمال طبعا ما اخرش حاجه، قال لهم ما فيش اي مشكله بالشروط معلش اللي انا عايزها، ولان ما ينفعش اخد حاجه يا كابتن مصطفى ازيد عن امكانياتي. انا بطلب حاجه
ممكن تكون قيمه عصام الحضري وممكن ما تكونش قيمه عصام الحضري، ورغم كده الناس رحبت والناس ما فيش اي مشكله مع الدكتور جمال الوالي ومجلس اداره نادي المريخ. وان شاء الله في خلال الفتره دي طبعا، لان انا قبل كده قلت تركيز وانت عارف، وانت عصام، انت عارف استاذ جمال الوالي عمل معاك ايه في بدايه المشكله وحل لك مشكلتك؟ مفيش مشكله يعني هذا الرجل الحقيقه عمل معاك حاجات كتيره. يا كابتن مصطفى، الدكتور جمال انا بشكره من في اي مكان، بس انا اي حاجه اتبعت من طريق مستحقاتي، معلش، لان انا ما خدتش حاجه من نادي المريخ عشان تبقى انت عارف، بس اتبعت من مستحقاتي، ورغم كده ما فيش اي مشكله خالص. ايوه، وزي ما قلت لك كابتن مصطفى ما فيش مشكله، انا قدامي شهر كامل مع منتخب مصر الفتره دي 4 ماتشات، اتمنى ان ربنا يكرمني فيهم، لان انت عارف دي فتره حساسه، عندنا ماتشين كاس عالم، ماتشين تصفيات كاس عصام سؤال اخير عايز اجابه منك بكلمه بعد اذنك. تحت امرك كابتن. احمد الشناوي مع عبد الواحد السيد في نادي الزمالك لصالح النادي ام لغير صالح النادي؟ خاصة في تجربة سابقة ولا عايز عاطفة فيها؟ لا بدون أي عاطفة. ما تغلطش ما تغلطش ما تغلطش يا عز. قرار خطأ، قرار خطأ. لا ما زي ما كان خطأ معايا قبل كده، إلا في حالة واحدة يا كابتن، اللي يبقى أحسن هو اللي يلعب. لو هم عايزين يمشوها كده، أما هنروح واحد يلعب ماتش والتاني هيلعب ماتش والتالت لا. أما حتة قرار خطأ، أنا كواحد أنا مع الشناوي، ويمكن الناس طبعا هتقول لك لا أنا الشناوي أنا راجل، أنا بقى يعني زي ما قلت قبل كده يا كابتن مدحت، قلت معاك ان انا راجل مش عايز اقول متبني، لا انا بتكلم معاه على طول، ولما هو اخذ رايي كان الراي بيني وبينه ان ما يا ابني احسن لك لو انت عايز تلعب كوره العب كوره في مصر نادي، ان انت تبقى موجود في منتخب مصر، لان انت كده في الحالتين ممكن تكون ما انتش موجود او مش موجود. طب وهو استجاب لكلامك يا عصام؟ او تطلع بره اعاره السنه دي لاي نادي اوروبي. هو استجاب لنصيحتك يا عصام؟ والله بقى طبعا دي لسه في كلام بيني وبينه لسه، بس ما اعرفش هو يعني القرار لسه، بس هو طبعا القرار لو هيكلمنا هيقول لي يعني. تمام مبروك يا عصام وبالتوفيق يا حبيبي دايما. الله يخليك يا كابتن، مبروك، ربنا يخليك. اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا كابتن زكي عبد الفتاح.